في راسك دير كاش حاجه، مشروع صغير، تبدا لي فيديو، دير فورماسيون، تعلم كاش حرفه، تعرفني خطيك. السلام عليكم. اي واحد يقابلك بهذا الرد ما تديرش عليه، هذا خواف. هو ثاني في يوم من الايام ردوا عليه كيما رد عليك، تسمى قصتك راح تتعاود بلا ما تفيق، وقصتنا كامل. وهذه الحاجه قبل ما تكون في الشارع راهي عقليه ممكن تنشأ عليها في عائلتك، وهذه اخطر حاجه، وقادر تلقاها حتى في صحابك، بصح ما تلومهمش خاطر هذا قرارك وانت المسؤول عليه. والناس اللي بداو نجحوا كانت في راسهم وحده من الافكار اللي عندك، وفاتوا على احتمالين. الاحتمال الاول تلاقاو بهذا الخواف بصح ما سمعولهاش. الاحتمال الزوج انهم اقتنعوا باللي الخوف ما يجيب حتى نتيجه، بصح الوقت كان فات وداروا واش في راسهم. تسمى العمر ماهوش عائق. المشكله هنايا هي كي تستسلم. كيما المؤسس تاع KFC تاع الدجاج، بدا المشروع تاعه كي كان في عمره 62 عام، وكان انسان مفلس، ما كانش عنده الدراهم، وكان يجرب ويفشل، يعاود يجرب يعاود يفشل. واليوم KFC ولا عندها آلاف الفروع في العالم. وحتى المؤسس تاع فورد بدا المشروع تاعه كي كان عنده 45. شوف الديفيرونس بينك وبين هادو الناس اللي راهم ناجحين هو انه بداو اصلا ما استناش الوقت المناسب وما استناش الامكانيات. اصلا باللي عندك، مهم عندك فكره في راسك ابدا فيها، ومع الوقت راح تجيك الامكانيات وتجيك الاكسبيريونس وطيح وتنوض ومعليش. المهم عندك فكره، عندك مشروع، عندك هدف باغي توصل له، المهم بدا. هذا مكان خوتي. هذه الفيديو تاع اليوم حاجه خفيفه، والبارفان اللي رانا جايبينه اليوم عيط الفاخر خوتي ميغا مار. مسج ضربوا طلع في الكونت تاعنا تاع الانستغرام صفار. مرحبا بكم خوتي، صحة فطور.